ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه انا اسمي سوسنة، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل حاجه بنحب ناكلها في المطاعم، مطاعم ناندوس. فانا حبيت اعملها معاكم الطريقه دي، اول مره انا في حياتي اعملها. شايفين الصوص وجماله ومعاه البطاطس والفراخ والرز الابيض. فتعالي اقول لك بدل ما اقعد احكي لك على الوصفه الحلوه دي اتعملت ازاي، تعالوا ندخل في الفيديو على طول ونشوف الوصفة الحلوة دي اتعملت ازاي. يلا بينا نبدأ في الفيديو. ادي كده يا ست الكل، معايا فراخ زي ما شايفين انا غسلته كويس. هحط له ملح صخري شوية كده، حلو الكلام. اجيب نص عصير ليمونة وهو في المصفى، نقلبه مع بعض ونخليه نركنه على جنب ونشوف هنعمل ايه مع بعض. ادي كده يا ست الكل، معايا كوب الا ربع من اللبن وملعقة كبيرة من الدقيق هنحطها، وملعقة كبيرة من توم المهروس. ده لو هتعملي فرخة كاملة، أنا مش عاملة فرخة، أنا المقادير اللي بديها لك دي الفرخة كاملة. وبش ليمون. والبهارات بتاعتي كالآتي: عايزين لو هتعملي فرخة كاملة تكون نص ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، نص ملعقة كبيرة من الملح، وطبعا الملح على ذوقكم. الأورجانو برضو نص ملعقة كبيرة، ده بهار التركي. أنا حطيت ملعقة صغيرة، وحطيت حبهان ده من عندي ربع ملعقة صغيرة. تمام، هحط الحاجات الحلوة دي مع بعض هنا. وده صوص ناندوس 3 ملاعق كبيرة، ونلخبطهم كده مع بعض كلهم. هنا ندوق لو الملح محتاجة ملح ولا لا. في تكتلات كده ممكن بس بالملعقة اعمليها كده، مش اي مشكلة يعني. ادي كده ست الكل، هجيب طاسة او طوة، احط ملعقة كبيرة من السمنة، خليها تسيح كده. بعد ما السمنة ساحت معانا او قرفة، انا ما احط مستكة لو عندك، انا للاسف ما عنديش مستكة فاحط بدايل يعني حبهان 4 كده. ودي بهار حلو، بس لو عندك مستكة حطي بس مستكة ولا القرفة. ومعاي بيبي بتيتو كده هنحطها، ولو عندك كوسة برضو يكون حلو، بس انا برضو ما عنديش كوسة. عايزين نحمر البطاطس دي. وهنا يا ست الكل نرش شوية ملح كده، البطاطس بتحب الملح، ونخليها تتحمر من كل الجهات، نخليها تاخد وقتها. ادي كده يا ست الكل البطاطس اتحمرت معانا. نروح نجيب صينية تدخل الفرن او الاير فراير. مش شايفة اخدت لون معانا كل الجهات. في نص الطاسة دي نحمر فيها، نصدم الفراخ بتاعتنا. لو ما فيش سمنة ضيفي سمنة تاني للطوة بتاعتك. نجيب الفرخة بتاعتنا نحطها. يلا يا ست الكل نقلب الجهة الثانية. الفراخ اخدت اللون، مش عارفة كده. نحط في الصينية حطينا فيها البطاطس، ونجيب مية سخنة كوباية عشان نشيل البهاريزية، ونضيفها على الفراخ بتاعتنا. ونجيب الخليط اللي عملناه ونروح نضيفه فيه على الفراخ بتاعتنا. وانا هنا هظبط الملح، لو لقيت محتاجة ملح هزود. بعد كده نغطيها بورق الزبدة وورق الفويل، وحطيها في الفرن حوالي لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة نطلعها على 180. بعد ما نطلعها نروح نقلبها على الناحية الثانية. نديها في الأول نص ساعة، وبعد كده طلعيها بعد النص ساعة، وتاني ندخلها الفرن. يعني نقلب الفراخ بتاعتنا على الجهة الثانية. وادي كده يا ست الكل معانا الجدار بتاع الناندوس. زي ما شايف ما اقولكيش على الريحة رهيبة. عملت جنبه رز ابيض. انا ممكن تعملي بالشعرية تقليب عيش، قلت يعني الصوص ده لازم ناكله كده جنبه رز. ادي كده يا ست الكل، بجد طعمه وريحته رهيبة. انا اول مرة اجربها معاكم في القناة، فايه رايك قوليلي؟ يتكلم عن نفسه صح. فده كان الفيديو بتاعنا يا ست الكل. لو عجبتك الوصفة اتمنى ان انت تجربيها وتقولي لي في كومنت حلو هل انت جربتي اي وصفة من الوصفات بتاعتي ولا لا، لغاية لما تيجي في فيديو جديد ان شاء الله.